السيد روبياليس، مرحبا بك في الدوحة. أنا مغربي وسأعود لقطر 2022. بس عفوا كلاكما مغربيان. ماذا يحدث هنا برفقة مغربيان؟ هذا منافسك راح يكون. أنا لدي الكثير من الأصدقاء المغربيين والآن صديقان آخران. برنامج شيرينغيتو أمس استصغر كثيرا المنتخب الوطني المغربي، وقال بأن اللاعبين المغاربة في إسبانيا لاعبين غير متمكنين، رغم أن هناك 4 لاعبين مغاربة في إسبانيا، 2 في إشبيلية. استصغروا النصيري رغم أنه قبل سنة كان سجل 27 هدف في الليغا. وهناك لاعبين مكونين في إسبانيا، أشرف حكيمي في ريال مدريد، عبدي زلزولي، كذلك منير محمدي. هل لا تظن أن هذا في صالح المنتخب المغربي، استصغار المنتخب المغربي بهذه الطريقة؟ وألا تظن أن هذا يعود إلى خوف شيرينغيتو من المنتخب المغربي؟ في الواقع من الممكن أن أؤكد لك بأننا نكن احترام كبير للمنتخب المغربي وللبلد أيضا. لبلد المغرب لدي علاقة وطيدة جدا مع سفيرة المغرب في إسبانيا صديقتي كريمة. نحن نتحدث كثيرا وقريبا جدا سأستقبل رسالة منها وأنا سأرسل لها الرسالة. وفي النهاية ثقافتان قريبتان أو بلدان قريبتان وثقافتان أيضا، ومن يمكن أن يقول ذلك لا يمكن أن أتحدث عنه. ولكن بالنسبة لي نحن الاتحاد الإسباني نكن احترام كبير للمنتخب المغربي، ولكن نثق في لاعبينا ونأمل في أن نترشح إلى الدور التالي. ونفس الأمر بالنسبة للمغرب، ولكن نحن سنفعل كل شيء من أجل أن نترشح. ويحدث ما يحدث، سنتصافح بعد نهاية المباراة مع لاعبي المغرب لأننا نحترمهم وهم لاعبون كبار جدا. أنك أندلسي قريب جدا من ثقافتنا العربية والمسلمة. وأنت تعرف جيدا غرناطة، وما هي غرناطة بالنسبة للمغاربة. الكثير من المغاربة هنالك في غرناطة. أولا أحب أشكر صديقي العزيز رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس منذ 10 سنوات، والعلاقة رائعة. لما طلبناه يجي البرنامج المجلس لم يتردد. أحب أشكر بابلو وكل الفريق المرافق للرئيس، يقومون بعمل رائع بكل معنى الكلمة. أشكرك جزيل الشكر لويس. أنت عارف إنه يوم الثلاثاء ما تكلمني لأن المنتخب المغربي عندي أنا شيء مقدس. بعد المباراة ممكن نتكلموا لك قبل بسعادة الآن سأرحل. لكن حبيت أسألك على موضوع مستقبل لويس إنريكي. أنت تتكلم وتتحدث معه كثيرا، ماذا بدأت تحس؟ أنا عارف أنه لا يريد الحديث كثيرا عن مستقبله، لكن أنت بماذا تشعر عندما تتحدث معه؟ هل هناك أمل أن يستمر؟ أولا ما أريد أن أقوله بأنه لديه الكثير الآن. أنا أدرك تماما بأنه لديه الكثير من المتابعين يتحدث اللغة العربية أفضل بكثير من اللغة الإسبانية، وهذا يعني أنه متابعين كثر. أعتقد بأن لويس إنريكي هو مدرب من طراز رفيع. وصل إلى المنتخب الإسباني وقبل عرض ضئيل جدا، والكثير من المدربين رفضوا هذا العرض، وبعض أندية الدوري الإنجليزي عرضوا عليه عرض أكبر بكثير. وبالتالي هو شرف كبير لنا أن يكون معنا مدرب معروف في كل أرجاء العالم ومن مستوى كبير. مولينا المدير الرياضي وأنا سنتحدث معه بعد نهاية كأس العالم. سنحاول أن نقوم بعمل تقييم وسنرى الأفضل بالنسبة للمنتخب الإسباني. بس هو لمح أنه راح يترك المنتخب الإسباني بعد المونديال يعني. كلا لا أعتقد ذلك. لقد تحدثت معك من قبل ما حصل معه والحادثة الصعبة جدا والتي كان علينا أن نعيشها بعدما
توفت ابنته وكانت فترة صعبة جدا، ولكن عندما قال لي لويس أنا جاهز للعودة من جديد عاد كان هذا هو التزامي ووعدي له عندما ترك المنتخب خلال تلك الفترة عند وفاة ابنته. نحن أشخاص لدينا كلمتنا، وهو قلت له بأنه له الحرية في النهاية أن يذهب لأي مكان وسأعرض عليه العرض، وإذا وافق سيستمر، إذا لم يرغب في أن يستمر له كل الحرية أن يرحل. في النهاية بالطبع سنشكره إذا لم يرغب في أن يواصل. لقد قام بعمل كبير جدا وفي لحظة صعبة جدا في إسبانيا، وجعل كل الجميع ينجذب مرة أخرى إلى المنتخب الإسباني، واستدعى لاعبين بالعمر 19 و20 عام، وهو مستقبل كبير لإسبانيا. حدث ما حدث نحن ممتنون له، وهذا يعني أنه وهذا لا يعني بأنه لن يستمر. لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. وأنا ممتن لك كأب فقد ابنته، قادر اليوم على العودة إلى الحياة من جديد، وأنتم ساعدتوا في هذه النقطة جدا مهمة، يعني طرح الموضوع من صوب أشرف ومن صوبنا وكذا، حتى أنه هو لم يوقع العقد التجديد أو ما شابه ذلك. يعني أنا طبعا أشرف قال لي أفتح الوقت معك وأخذ راحتي، لأنه هو دائما يقول لي لك وقت معين مع ضيوف، لأنه هو أنت مش ضيفي أنا، أنت ضيف أشرف، وأشرف صاحب المكان. فبما أنه هو فتح لي أنا هو المدير عندي. أشرف هو صديقي، ولكن أنا ضيف للبرنامج، وأنا ضيفك أنت، وأنا ممتن جدا بالتواجد هنا. هل هذا صحيح أشرف؟ أشرف صديقك وأنا صديق أشرف، إذن أنا صديقك أيضا. طيب بس لا احنا ولكن هل تشجع المغرب ايضا؟ انا اشجع المغرب، نعم. انا مع العرب، انا اسف. لكن عموما ان شاء الله انا اسمح لي، انا اسف يعني. احمد الرواس، انا حاب ان اقول لك شغله. أنا أحترم وأحب الكرة الإسبانية كثيرا، ومن متابعين وشغوفين جدا بكرة القدم في إسبانيا، ولا نفوت أبدا مباريات الدوري الإسباني حضورا في إسبانيا أو حتى من خلال شاشة البي إن سبورت. لكن عموما توضيح بسيط، الضيوف اللي تشوفهم في المجلس هنا من كل بستان زهر، كلهم من دول عربية مختلفة. عندك من دول الخليج، من السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن عمان، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من الأردن، من العراق، من مصر، فخليط من الوطن العربي طبعا ما بين كل الدول العربية. عندي في الفيلم هذه البطولة احنا نسميها بطولة كل العرب كما قال سيدي سمو الأمير، فبالتالي هي فعلا تستحق أن نجتمع مع هؤلاء العرب يعني والحديث. فمن الصعب علي حتى نقول أشجع إسبانيا في وجود العرب، يعني أنت عارف ايش راح يصير فيني. أتفهم ذلك تماما، أتفهم ذلك. أنت شوف ضخامة أشرف وشوف ضخامة أسامة وشوف هالمسكين بينهم. ماذا سنفعل في النهاية؟ لا أعرف ماذا سأفعل، ولكن الأهم هو يوم السادس أن نفوز، وإذا لم نفوز أكرر مرة أخرى إسبانيا تعرف كيف تفوز وكيف تخسر أيضا. أحمد الرواس من سلطنة عمان.